لو عندك بقى كوباية دقيق واحدة وشوية لبن هنعمل بيهم ألذ وأسرع تحلية باردة اقتصادية جدا وبسيطة جدا جدا، سهلة وسريعة وما بتاخدش خالص وقت في عمايلها. شكلها جميل جدا وطعمها يجنن، ولما تعملها لهم بقى صدقيني مش هيرتاحوا نفسيا الا لما يخلصوها. وهنعملها كمان ب3 طرق مختلفة وكل طريقة اجمل من التانية. هنعملها بالشوكولاتة وهنعملها كمان بالكراميل وهندخلها كمان الفرن. بجد تحلية حلوة قوي وطعمها يجنن وهتعجبك جدا انت وولادك. ويلا بينا بقى بسرعة دلوقتي نعمل لايك، واللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك، ونبدأ بقى في الوصفة بتاعتنا النهاردة. واول حاجة معانا كيلو من اللبن الدافي، وهنحط عليه كوباية من السكر، وكمان ظرفين من الفانيليا، وندوب فيه كويس جدا بقى الفانيليا والسكر. ونسيبه بقى دلوقتي ونروح على البوتاجاز ونشوف بقية الوصفة بتاعتنا. هنجيب حلة ونحطها على النار. انا هنا طبعا جايبة الجريلا علشان بس تبقى واضحة ليكم الطريقة. وبعدين هنحط فيها نص كوباية ومعلقة كبيرة من السمنة، وبعد ما السمنة تدوب وتسخن هنحط عليها كوباية الدقيق اللي موجودة معانا. وهنا بقى هنهدي النار بتاعتنا خالص، ونفضل بقى نقلب فيها تقليب مستمر من غير ما نوقف ايدينا خالص عن التقليب. واهم حاجة هنا ان الدقيق بتاعنا واحنا بنحمره مش عايزينه ياخد معانا اي لون. ونلاحظ هنا مع التقليب ان قوام الدقيق بتاعنا بدأ يتحول لقوام سائل شوية بشوية. وبعد ما الخليط بتاعنا بقى ناعم وسائل بدون اي تكتلات بالشكل ده، هنحط عليه بقى نص كمية اللبن ونرجع نقلب تاني بسرعة جدا. وانا هنا بقى نقلتهم في حلة كبيرة وزودت عليهم بقية اللبن مع التقليب طبعا. هنقلبه بقى دقيقة بالظبط على نار هادية، وبعد كده هنطفي النار على طول. وده القوام بتاعه اللي احنا عاوزينه، لانه لسه هيتقل كمان شويه عن كده. ولو لقيتيه تقل معاكي على النار اكتر من كده ممكن تزوديه شويه ميه، مش هيحصل حاجه خالص. المهم انه يطلع معاكي بالقوام اللي انت شايفاه ده. ودلوقتي بقى هتجيبي الحاجه اللي انت حابه تصبي فيها، ان كانت صينيه كبيره او اطباق صغيره. انا هنا جبت بقى الكاسات بتاعتي وصبيت فيها بالشكل ده. ما ينفعش طبعا نحط عليها اي حاجة على الوش لان لسه الوش بتاعها طري، فهندخلها بقى التلاجة بس شوية تمسك نفسها. وجبت كمان القوالب الحلوة دي وصبيت فيها. هندخلها بقى الفرن في الرف اللي في الوسط. هنقيد عليها الشواية بس علشان الوش بتاعها ياخد كده كرملة حلوة ولون جميل. ودلوقتي بقى هنعمل الكراميل، ومعانا هنا نص كوباية من اللبن الدافي، وهنحط عليه معلقة كبيرة مليانة من النشا،
وندوب بقى النشا في اللبن كويس جدا. وعلى عين البوتاجاز بقى هنحط طاسة وهنخلي شعلة النار بتاعتنا تكون متوسطة، ونحط فيها نص كوباية من السكر، وبعدين نفردهم في الطاسة بالشكل ده، وهسيبه بقى خالص مش هلمسه ولا هعمل فيه اي حاجة. وبعد شوية صغيرين هتلاحظي ان الطبقة اللي تحت بدأت تتكرمل. في الوقت ده بقى ممكن نقدر نقلبها ونساعدها انها تتكرمل وتدوب معانا. وهنهدي النار بتاعتنا خالص وهنقلب بقى لغاية ما كله يدوب وما يبقاش عندي اي كتل او كلاكيع. وبعد ما داب معانا خالص هنجيب بقى نص كوباية اللبن الدافي اللي دوبنا فيها معلقة كبيرة من النشا، وهنزل بيها بقى على الكراميل بتاعنا. هتلاقيه كده قفش وتحجر معاكي، ما تقلقيش خالص مع السخونة والتقليب فيه، هتلاقيه داب وفك خالص معاكي. وبعد ما داب خالص بالشكل ده هنحط بقى عليه معلقة سمنة ونقلبها بقى معاه بالشكل ده، هتديله طعم ولمعان خطير جدا. وبس كده. واول ما تبقبق معانا بالشكل ده هنشيلها من على النار على طول. وادي بقى الكراميل بتاعنا وجماله، شايفين بقى لونه وقوامه واللمعه الحلوه قوي اللي موجوده فيه. دلوقتي بقى نحط منه على الكاسات بتاعتنا بعد ما خرجناها من التلاجة. وتاني طريقة معانا هعملها بالشوكولاتة. الشوكولاتة دي شوكولاتة مطبخ عادية، سيحتها على بخار المية وحطيت عليها معلقتين زيت علشان تديها اللمعة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. ودلوقتي بقى هنرجع نحطها تاني في التلاجة لمدة 10 دقايق ربع ساعة لغاية بس ما الكراميل والشوكولاتة يمسكوا نفسهم شوية. وتعالوا بينا بقى نزوق التحلية القمر دي والتزويق بقى بتاعك انتي والحاجة المتاحة عندك. ايه رأيكم بقى في الجمال اللي انتوا شايفينه ده؟ تحلية سهلة جدا وبسيطة جدا جدا وكمان اقتصادية وسريعة جدا في عمايلها. بجد شكلها حلوة قوي ومغري جدا وطعمها كمان رهيب، واي حد هيدوقها عندك مش هيصدق ابدا ان دي معمولة من شوية لبن ودقيق. تحلية حلوة قوي ومناسبة جدا للصيف والحر اللي احنا فيه.
وكل الأطعمة اللي عملناها كانت حلوة قوي، بس اللي كان مفاجأة بجد بالنسبة لي كانت الأطباق اللي عملناها في الفرن. بجد طعمها خيال. الطبقة المكرملة اللي فوق دي كان فيها الخيال كله، حاجة كده تاكليها معلقة ورا معلقة وتقولي بجد ايه الجمال ده. تقدري بقى دلوقتي حالا تقفلي الفيديو وتقومي على طول تعمليها. ولو عجبتك بقى الوصفة اعمليلي لايك واشتركي في قناتي، واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديوهات جاية كتيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.